السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم هدى محمد، والنهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا جدا، وهي سمك المكرونة المقلي بطريقة تحفة جدا وفي منتهى السهولة. السمك ده يا جماعة فيه كمية من الفوائد يعني لا تعد ولا تحصى، وكمان سعراته الحرارية قليلة جدا للناس اللي بتعمل رجيم. مفيهوش دهون خالص خالص، ومليان ما شاء الله بروتينات وكالسيوم وفيتامين د وحديد وكل الفوائد اللي انتوا تتخيلوها واللي ما تتخيلوهاش موجودة بجد في السمك الجميل ده. بصوا لحمه من جوه ابيض كده وطعمه في منتهى الجمال والروعة. ده شكله وهو ني زي ما انتوا شايفين كده. في نوعين منه، في نوع بيبقى مفهوش شوك، وفي نوع مليان شوك كتير من جوه اللحم. فانتوا بتجيبوا المكرونة الاصلي اللي ما فيهاش شوك. ده شكلها وهي بتبقى كبيرة. بنفتح البطن بتاعتها وبنشيل الزعانف كده من عليها، ونقص الديل ونشيل البطن وننضفها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، ونقطع الراس بتاعتها ونقطعها القطع كده جزل زي ما انتوا شايفين كده، كل سمكية على 3 قطع تقريبا او 4 لو هي كبيرة. وبنعصر عليها ليمون ونغسلها كويس تحت المية، وكده بتبقى جاهزة وما فيهاش اي ريحة خالص. نعمل الخلطة بتاعتها بقى والتتبيلة بتاعتها زي ما انتوا شايفين. دي التتبيلة بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده، هسيب لكم برضو لينك الوصفة بتاعتها تحت في صندوق الوصف. هي عبارة عن فلفل اخضر وتوم وهريسة شطة وكمون وليمون وكزبرة وجنزبيل، كله كده مع بعضه وبنضربه في الخلاط وبحطه في برطمانات بتبقى جاهزة معايا لدقة البتنجان لدقة السمك، بتبقى جاهزة. هحط عليها بقى البهارات بتاعتها، ملح وفلفل وكمون وكزبرة زي ما انتم شايفين كده، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. وهحط كمان جنزبيل مع السمك بيبقى حلو جدا جدا. وهقلبها وهعصر عليها كمان ليمون تاني، وهحط كمان معلقتين من الخل. زي ما انتوا شايفين كده التتبيلة بتاعتي بتبقى جاهزة. يفضل بقى ان احنا نخلص التتبيلة دي ونجهزها ونحشي بيها السمك ونسيبه على ما نعمل الرز مثلا، او تعملي سلطة او تجهزي حاجة بحيث ان هو يتشرب من التتبيلة دي شوية، يعني ايه تسيبيه جواه. هحشي بقى السمك من جوه بالتتبيلة زي ما انتوا شايفين كده، وهركنه على جنب لغاية لما نجهز الكفر اللي احنا هنقليه فيه. انا هنا جبت كوباية من الدقيق عليها معلقتين من النشا بس، وهقلبهم كويس مع بعض. عايزة تبهري الدقيق بهريه، بس انا ما بحبش ابهره. انا هعمله كده زي ما هو، ولما السمك بيطلع سخن كده بعصر عليه ليمون ورش عليه كمون، وبيبقى في منتهى الروعة من غير محتاج ان انا ابهر الدقيق. زي ما انتم شايفين كده هغطي السمك كله من كل الجوانب بالدقيق كده، من كل الجوانب بتاعته طبقة كويسة. وبتكوني بقى مجهزة الطاسة بتاعتك علشان خاطر تقلي السمك ده اهو. حتى من هنا بحط برضو في الدقيق تاني زي ما انتوا شايفين كده. خلص كل الكمية وهروح اقلي بقى في طاسة فيها زيت متوسط الحرارة. هنزل بقطع السمك بتاعتي ومش هاجي جنبها خالص ولا حركها لغاية لما تاخد لون ذهبي من تحت. اول ما تبدأ تحمر من تحت نقلبها علشان ما تتهريش منكم، لان سمك المكرونة طري جدا، فممكن يتهري منك او يتقطع منك وانت بتقلبيه لو ما كانش لسه استوى. زي ما انتم شايفين بوريكم الحروف اهو بدأت تبقى لونها ذهبي. هبدأ اقلب السمك بتاعي اهو، هيخلى كويس من الطاسة ومش هيتهري ولا هيجراله اي حاجة اهو. خد اللون الذهبي انقله اقلبه على الناحية التانية، وهكمل بقى بنفس الطريقة القلي كله. وانا بقلي زي ما انتم شايفين كده حاطة نص ليمونة من اللي انا كنت عصراها قشرة كده عشان تمنع اي ريحة من القلي. بيطلع بقى زي ما انتم شايفين كده، بديله رشة الكمون وبديله بقى عصرة ليمون كده فريش كده وهو طالع. بصراحة تخلي طعمه في منتهى الجمال. يا رب تكون الوصفة بتاعتنا عجبتكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو انتوا اول مرة بتشوفوا قناة تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. سلام عليكم. لن ينسانا الله، لا ينسانا الله. ستحط قلوب وجباه على أرضه شوقا وصلا، لا ينسانا